قاعد في بيتنا بتفرج على التلفزيون وبقزقز لب وبروح الشغل وباخد القرشين اللي مش مكفيني وانا زي الفل كده. وماله جوجل ترانسليشن، هو اكتر معانا في حاجه. انا مخي اول ما بيلاقيني هعمل خطوه جديده بيرتبك. الجيم انت عارف الناس بتدفع فلوس، انا شخصيا دفعت فلوس الجيم 5 مرات وما رحتش. جيمات البلد اغتنت على حسابي. دي حقيقه. انا كبرت في السن، انا مش حاسس ان انا عندي طاقه اذاكر. هو نفسه كبني ادم بعد شويه هنستغنى عنه، هيبقى زي المكن اللي بقى فيه مكن احدث منه بيعمل شغل هو ما بيعملوش. خصوصا الناس اللي عندها 30 و40 سنه النهارده، الجيل اللي كان بيتربى على البرفكشنزم، على انه جيل لما الثمانينات يكبر. والتسعينات. بالظبط. انا معايا طلبه في البرايفت معديين 60. والله برافو عليهم. والله انا بحييهم على العزيمه. والله برافو عليهم. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست انجليزي ده يا مرسي، ودايما معانا زي ما اتعودنا سفيره الانجليزي شيري حسين. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا علاء. النهارده بقى الموضوع كذا حد كلمني عليه على السوشيال ميديا وفي الرسائل بالذات. انا كبرت في السن، انا مش حاسس ان انا عندي طاقه اذاكر، ولا عندي وقت، ولا عندي ذهن، وخلاص. هو بعد ما شاب ودوه كتاب، طب نقول له ايه ده وهو عنده ازمه في شغله والراجل فعلا مش عارف يقعد يذاكر، كبر على المذاكره. مفيش حد بيكبر على المذاكره. صباره بقى يا ابني، طب حد هو تاني يقول لك صباره يا ببلاوي. بيتفرج علينا بقى، نقول له ايه بقى؟ انت ما كبرتش على المذاكره ازاي؟ اقول لك، اي حد في الدنيا بيدخل اي كارير بعيد بقى عن الانجليش، سيبك من الانجليش دلوقتي خالص. هو بدأ في كارير، في شغل، بدأ في مكان، ايا كان الكارير اللي بيشتغل فيه. لو هو ما طورش كل يوم وعرف ايه الجديد في الكارير بتاعه، هو هيقدم. والعالم دلوقتي بيتطور كل ثانية، فلما يقدم هو نفسه كبني آدم بعد شوية هنستغنى عنه، هيبقى زي المكن اللي بقى فيه مكن أحدث منه بيعمل شغل هو ما بيعملوش. فسنة 2 3 هتلاقي المكان بتاعه دخلوا كمبيوتر ودخلوا انجلش ودخلوا حاجات متطورة أكتر، احتاجت حد مواكب العصر وعارف اللي هو ما يعرفوش، فهيلاقي نفسه تركن على جنب بيطرد من الشغل. وده بيحصل كتير جدا آخر 5 سنين بالذات. أي مكان في الدنيا عاوز يطور من نفسه، لأن كل الناس دلوقتي عايزة تكسب أكتر وعايزة تكون أفضل وعايزة تدخل المنافسة، ما تخرجش بره المنافسة اللي العالم كله شغال فيها. فأنا لو ما ساعدتش لأن أنا أكون أحسن في كاريري بعيد عن اللغة، هو ده عايز مذاكرة وعايز سيرش وعايز أدور وعايز طول الوقت أبقى عارف، ما بقاش قاعد زي المكتب اللي جايبينهولي عشان أشتغل عليه. هو بيقول ان هو كبر على انه يذاكر ويقعد يحفظ، حاسس ان هو مش تلميذ كبر. مش هيحفظ. ما هي في كونسبت غلط عند الناس في قصة ان انا هتعلم لغة. هو انت لما جيت تتعلم عربي يا علاء وانت صغير، حد حفظك؟ لا. حد جابك وقعدك وقال لك انا لما تيجي تتكلم عن نفسك تقول انا عايز اكل، لما تجوع تقول حد لا، مفيش حد قالك الكلام ده خالص. لا لا. طيب المفروض كل الناس لما تيجي تتعلم لغات تانية بتتعلمها قياسا باللغة الام. اوكي. فلما انا اروح عشان اخد كورس او حتى لو هشتغل سيلف ستادي، بدور على الواي اللي تخليني اخد اللغه بنفس الطريقه، انه انا اسمع واكرر واتدرب واتكلم. فانا مش محتاجه احفظ، انا مش محتاجه اجيب ورقه وقلم واكتب دوج كلب، كلب دوج، وال حيطه، حيطه وال. مفيش حاجه اسمها كده. ده اللي بيخلي الناس تنفر من ان هو يتعلم لغه. هو عارف ان هو هيروح ياخد ورقه وقلم، يقعد قدام مدرس عمال يحفظه جرامر زي بتاع المدرسه. الكونسبت بتاع انا بتعلم انجليزي زي المدرسه، ده كونسبت ضاع من زمان، عفى عليه الزمن. واي حد لسه بيعلم بالطريقه دي هو هيندثر قريبا جدا. واي حد لسه متخيل انه لازم يتعلم بالطريقه دي فهو بيفكر غلط، هو بيحط نفسه في حته المفروض ما يحطش نفسه فيها. فمفيش حد كبر. انا مهما سني كبر لازم يبقى عندي مع كل مرحله عمريه كمان اهداف، جولز جديده. هدفي ايه السنه دي؟ هدفي ايه في ال10 سنين اللي جايين؟ زي ما بيقول لك لما بتروح الانترفيو انت شايف نفسك فين خلال 5 سنين. السؤال ده حقيقي. انا طول الوقت ال5 سنين خلصوا، حققت حلمي، فانا محتاجه احط حلم جديد وهدف جديد، يا اما انتحر بقى يا بقى اموت. يعني هو حتى لو كبر عادي جدا يتعلم لغه جديده، مخه هيستوعب عادي لغات. هو مش مصدق. هو شايف نفسه اقل من انه يتعلم، وده حوار تاني بقى. القصه هنا جايه من زمان، من هو طفل صغير. خصوصا الناس اللي عندها 30 و40 سنه النهارده، اللي هم الجيل اللي كان بيتربى على البرفكشنزم، على انه جيل لما الثمانينات يكبر. والتسعينات. بالظبط. الجيل ده واحنا صغيرين اللي احنا منهم، كان دايما في المدرسه بيقول لك احفظ عشان تحل الامتحان وتجيب الفول مارك وتبقى الاول على المدرسه، وبعدين الاول على الجامعه، وبعدين تاخد وظيفه ثابته. فهو اصلا اتربى
بطريقه خليته شخص متحجر وخايف من انه يغلط، عشان هو لو غلط هيبقى في حته غلط، فلما يبقى في حته غلط الناس تشوفه غلط فهو يكره نفسه فما يعرفش يعيش. فهو ماشي على شريط، ماشي على خط مرسوم له من وهو طفل، وعمال مش خايف، هو خايف يحيد عن الخط ده يمين او شمال، خايف يعمل كده لحسن لو خرج عن الخط الناس هتشوفه خرج عن الخط، فبيمشي مع القطيع زي ما القطيع ماشي، فدايره بقى كلهم عاملين يلفوا جوه بعض كده. فانت كبرت خلاص واللي فات مات بالظبط. فيجي يصطدم بواقع اتفرض عليه اخر 10 سنين غصب عن عينه. يعني في موظفين حكومه ما بنتكلمش عن القطاع الخاص خالص، دخل عنده استبدلوا الورقيات بالكمبيوتر وبقى في عندهم ناس عارفه لغات، فلقى نفسه. انا كان معايا 2 بياخدوا معانا من سنتين ده مش امبارح، في فرع شبرا الخيمه، مش كمان في مدينه نصر. ال2 دول كانوا معديين ال40 45 او 46 سنه. الناس دي موظفين حكومه والانجليش دخل لهم جديد، فهم مش فاهمين حاجه ومش عارفين حاجه، ولقوا ان في ناس تانية هتاخد اماكنهم، فهو جاي يتعلم انجليزي عشان ما يمشيش من شغله. بقى مضغوط، ما بقى كاره حياته، هو مش عارف يعمل ايه، وحاول ياخد في اكتر من مكان. القصه بقى ان الناس دي في الغالب بتبقى زيرو لغه، يعني هو مش عاوز يروح مكان من الاماكن اللي اسمها بيرن، اللي هو هيبدا معاه من اول انت اصلا عارف انجليزي وبتعرف تقدم نفسك وعارف شويه جمل وكلمات، بس احنا هنزود لك عليهم. لا، عايز من الاول، او عاوز حد يعرفه نطق الحروف وبعدين يقول له ازاي يعمل جمل، وبعدين يعرفه ازاي يتكلم عن المبادئ البسيطه، ويعلمه ازاي يتكلم اصلا، ويجرأه ويخرج من جواه العقده القديمه اللي احنا لسه بنتكلم عنها، بتاعت اصلك لو خرجت على الخط رجلك هتدوس على الخط، يقولوا يا ده رجله داست على الخط الحقوه. فهو محتاج حد يشتغل على نفسيته وعلى طاقته قبل ما يشتغل معاه الكورس، ودي بتبقى اكبر مشكله بقى. احنا دلوقتي خرجنا من قصه الانجليش، القصه اصلا ملهاش علاقه بالانجليزي نفسه، القصه نفسيه. ولو هو عرف يبقى موجود مع حد عرف يظبط معاه الجزء النفسي جوه الكورس، وللاسف الناس دي قليله قوي، وده اللي احنا بنحاول نعمله طول الوقت في المكان بتاعنا، ان احنا نشتغل على نفسيه الطالب، على طاقته في التعلم، خصوصا الفئات العمريه اللي من اول 30 سنه لحد 50. احنا معانا ناس معديه 60، انا معايا طلبه في البرايفت معديين 60. والله برافو عليهم. والله انا بحييهم على العزيمه، والله برافو عليهم. فلا مفيش سن، مفيش ليميت. مش هيجي عليك وقت تقول انا خلاص هتعلم ايه. وانا في الجامعه كان معايا واحده ست في اداب عربي، كانت حرفيا زي ما هوصف لك كده، وده مش تنمر والله العظيم يا جماعه. الست كان عندها 3 سنين هنا، شعرها كله ابيض، لابسه عليه طرحه ونص شعرها كده كان بيبقى باين من بره، وشها مكرمش. انا اقل تقدير لسنها 80 مثلا، لا مش 80، ستينات مثلا، وكانت بتسقط وتكمل. واو. وتسقط وتكمل، ما شاء الله، اراده. فالست كنت بشوفها، انا قعدت في الكليه بشوفها كتير، واعرف ان هي مثلا خدت سنه اولى في 3 سنين وهتكمل، فعندها اراده ومش بتتعلم انجليش، دي بتدرس في اداب لغه عربيه. ما شاء الله. هي عايزه تاخد مؤهل جامعي، حلمها انها تاخد مؤهل جامعي، وما منعهاش سنها من ان هي تعمل ده. فايه اللي يمنعك؟ يعني ايه اللي يمنعكم؟ هو كبير في السن وخلاص، شاف البودكاست بتاعنا النهارده واقتنع، وان شاء الله والف الف مبروك. ان شاء الله، ان شاء الله هكلمهم وان شاء الله هروح. تسويف بقى، بدل ما هو عنده 40 بقى عنده 41، بقى 43، بقى 50. التسويف ده طب لحد امتى؟ ازاي نخليه بطل تسويف؟ وبعدين كمان هو كده عامل زي اللي بيلف في دايره، هو مقتنع باللي احنا بنقوله غالبا، وهتلاقيه داخل في كومنت يقول لك ايوه والله وان شاء الله تفاصيل وقولوا لنا بسرعه، ويبعت رساله بس مش هيجي. دي حقيقه. طب ايه بقى؟ ما هي المشكله هنا بتاعت التسويف مالهاش علاقه بالسن، وصغيرين كمان. يعني بكره بعد بكره ان شاء الله. انا مخي اول ما بيلاقيني هعمل خطوه جديده بيرتبك، يقول لا انت هتخرجيني من الكومفورت زون، انت هتوديني اعمل مجهود وهتديني معلومات جديده وهتبني لي عادات غير العادات اللي انا عارفها. لا 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 استني، انت رايحه فين؟ ما تعمليش كده، خليكي على جنب. بكره انت النهارده مش فاضيه، عندك مشاوير لسه ما خلصتش، فبس اعملي المشاوير. عندك جامعه، في مدرسه، في شغل بكره الصبح بدري، خلصتي الشغل مرهقه، ياه روحي بقى خدي شاور كده وحمام دافي وكوبايه قهوه وانت هتبقي زي الفل. بصي بعدين الشهر الجاي ان شاء الله الترم يخلص، وكل يوم يجر اللي بعده. وده مش الانجليش بقى، الجيم،
انت عارف الناس بتدفع فلوس، انا شخصيا دفعت فلوس الجيم 5 مرات وما رحتش. جيمات البلد اغتنت على حسابي. دي حقيقه. فانت كل ما مخك بيلاقيك هتبذل مجهود، هو بيحاربك عشان ما تعملش ده. ما هو مش عايز يتعب نفسه، ما انت هتحطه في ضغط وهتزود عليه معلومات وهتزود له عادات جديده وانجلش بقى ووجع دماغ وتعب اعصاب. لا. وبعدين الشخص اللي طول الوقت بيقول بكره او بعده، هو خايف انه لو عمل ما ينفعش يفشل او يضطر يستمر. قصدك على خوفه من الفشل ولا على ان هو خوفه ان هو هيفضل بقى في المشوار ده طويل وانا مش ناقص بقى؟ هو في خوف من 2، الفشل والنجاح. خوف من النجاح؟ لا دي عاوزه سمعت تركيز. صلاح ابو المجد بيقولها وضحكت قوي وقتها. اصل انت خايف تنجح، ما هو انا لو نجحت هضطر استمر، لان انا لما انجح هتشاف، ولما تشاف انا هشوف نفسي والناس هتشوفني. لان النجاح صوته عالي، النجاح صوته عالي قوي. انت لما بتفشل محدش بيشوفك بتفشل الا لو انت صيحت لنفسك، قعدت تقول يا جماعه انا بعمل كذا وباظت، فالناس كلها بتقول كده هي باظت. لكن لما انت بتنجح، انا بدات اتكلم انجلش فالناس هتشوفني وتسمعني بتكلم انجلش، هم اللي هياخدوا بالهم، فهيستنوا مني ستيب تانية بقى بعد الانجليزي. ما عملش ستيب تانية هحس بخيبه امل اكبر بكتير من لو انا ما كنتش اتعلمت اصلا. ده سر الخوف من النجاح. هو خايف لحسن الستيب دي يضطر يخليها تليد للي بعدها، وبعدين يبقى في ستيب ثالثه. فده مجهود وفرهده وتعب وصعب وتقيل، فبيجيبها من قصيرها. والله ما انا تعب نفسي مش ناجح. انا قاعد في بيتنا بتفرج على التلفزيون وبقزقز لب وبروح الشغل وباخد القرشين اللي مش مكفيني وانا زي الفل كده. وماله جوجل ترانسليشن، هو اكتر معانا في حاجه. بالظبط، ChatGPT وكل الحاجات اللي انت عارفها دي. التانية اللي انت قلتها طبعا الخوف من الفشل. طب افرض انا حاولت دفعت فلوس وبذلت مجهود وما نفعش، افرض فشلت. بتفشل يعني انت اجدع من مين؟ مش انت اجدع من مين؟ انت اجدع من الراجل الطيب. لا انت اجدع من كل الناس اللي اتعرفت. ما هو ما فيش حد طلع واتشاف الا بعد سنين من المحاوله والفشل. وفشل مره وعرف ان الطريق ده غلط فخد الطريق اللي جنبه ففشل برضه، وبعدين راح واخد الطريق التالت ففشل برضه. طب ما هو دي فرهده. ما هو انا لو ما هفشل، ما انا ما اعملش. طب ايه المكسب اللي انت هتكسبه لو فشلت، وايه المكسب اللي انت هتكسبه لو ما حاولتش اصلا؟ حلو قوي السؤال ده، كان المفروض اساله انا بس. حلو. ايه بقى؟ انا لو كسبت، انا لو حاولت وفشلت هتعلم. انا لو حاولت وفشلت هتعلم. ما هو انا دلوقتي عارف ان في 15 طريقه اول المفروض امشي منهم، فمشيت هنا ما ظبطش، فعرفت ان الطريق ده مقفول، بدل بقوا 15 بقوا 14. اوكي. فعرفت ان الطريق ده غلط، وتعلمت وانا في الطريق ده ان انا اخد الخطوه دي بالشكل ده واعمل كذا بالطريقه دي وافهم ده بالطريقه دي. ما هو مفيش حاجه، مفيش كحه بتكحها غير لما تعرف طريقه الكحه. صحيح. تعلم حاجه، اي حاجه بتحصل في اي اكشن بيحصل في حياتك لازم بتاخد منه جديد، لازم بيعلمك. فانا كل ما بحاول وببوظ، ما انا بتعلم انا بوظت ازاي، فما ببوظش نفس التبويظه، ببوظ تبويظه جديده لحد ما هبطل. هيجي عليا، لازم يجي عليا يوم ابطل ابوظ والاقي نفسي بقيت عارف كل الطرق، وقتها هنجح. ونجاح ورا نجاح، وقتها النجاح مش هيبقى صعب، لان انا خلاص عرفت السيكريت بتاع كل الحاجات اللي بتتعمل ازاي، من اين تؤكل الكتف. ده بياخد محاولات سنين، شهور، ايام، على حسب بقى الحاجه اللي انت بتحاول فيها. لكن بالنسبه للانجليش هو ما بياخدش معاك سنين الا لو انت مشيت كل الطرق غلط، وده مستحيل. صعب قوي قوي كده. لو انت بتشوف البودكاست بتاعنا مش تمشي غلط، ما تخافش، انت هتمشي صح على طول من اول مره. لكن انا دخلت عند تيتشر، والتيتشر ده اتريق عليا، وده بيحصل، بيتنمروا على الطلبه في الكلاسز. ينطق غلط يضحك عليه الطلبه، يتكلم باكسنت مش لطيفه فيتنمر ويخلي الناس اللي موجودين يبقوا متضايقين منه. يجي يتكلم يقول لست السبب دي عليك، ما مش وقته. يعني في حد طالب انا ما شفتوش لحد دلوقتي واتمنى قبله، كان بياخد في مكان انا اعرفه وحضر مع تيتشر المفروض انه راجل شاطر جدا، فالولد بيساله سؤال فقال له ايه السؤال ده؟ المفروض ان السؤال ده ما يتسالش في الكلاس ده، انت المفروض تروح تتعلم من اول KG1. اوف، في اللونج كده في وشه في وسط الطلبه. والناس كلها موجوده بتتفرج عليه. الواد ده ما جاش تاني، اما طبعا، وما حضرش تاني في الكلاسز دي، وما حضرش تاني انجلش. يعني انا عرفت المعلومه دي ان ده حصل في الكلاس ده مع الشخص ده بعد اللي حصل ده ب2 وما عرفتش اوصل للولد. حاولت اوصل له، ظروفي ما سمحت لي، ما عرفتش اوصل له. فانا والله لو بيشوفني وبيسمعني دي كانت كارثه،
دمرت شخص ما اعتقدش انه ممكن يدخل كلاس تاني ولا يحاول في حياته، لان هو حاسس انه اقل منه قوي قدام الناس، فانا مش هحط نفسي في الموقف ده تاني. فده شكل من اشكال الفشل. بس هنا الطالب ما فشلش، التيتشر اللي فشل، لانه believe it or not انا مادام دخلت اتعلم تحت ايد حد، لو انا ما اتعلمتش وانا بحضر وملتزم وعارف، فالعيب مش عندي والمشكله مش فيا، المشكله في الدليل اللي كان المفروض يدلني ومعرفش يدلني. فانا من البدايه يدور على دليل ومنتور وليدر وشخص يوديني صح من الاول، يا ما ادورش بقى يقعد بقى استنى لحد ما الاقي اللي يوديني صح. الناس اللي بتقعد تهت لوحدها وتدور على الانترنت لحد ما بتتعب وبتيأس، انا محتاج ان انا الاقي حد امشي وراه، مش همشي وراه هفضل كل ما بمشي بقى على وشي، بس امشي. خلاص انا واجهت خوفي وواجهت مخي اللي بيعاندني، اوكي، بس ما عنديش وقت ما بين شغلي، ما بين لو هي ست بيت عيالها والبيت وبتذاكر للولاد وبتعمل حاجات في البيت، ما فيش وقت. نروح فين نجيب وقت منين؟ ما هو مش هيبقى فيه وقت. طب يعني نخلقه. ما هو بص، انا اللي بطلع الوقت، ما انا ببقى مشغول وبخرج مع اصحابي، وببقى مشغول وبروح ازور الحاجه، وببقى مشغول وبتكلم في التليفون، وببقى مشغول وبتفرج على المسلسل، بسهر على المسلسل 3 ايام لحد ما اخلصه. ومفيش وقت، وبتلاقي الوقت بيطلع لكل الحاجات اللي انت عايز تطلع عليها وقت. فلو انت عايز تطلع وقت هتطلعه. مفيش حد في الدنيا عايز يعمل حاجه وما بيسخرش الكون عشان يعملها، بدل حطها في دماغه هيعملها بس يحطها في دماغه. فموضوع مفيش وقت ده هو كمان اكذوب بقى عشان تبقى عارف. يعني هو لو عملها اولويه هيلاقي لها الوقت طبعا. ما انت بتلاقي الوقت لحاجات تانية، في وقت بيطلع. لو جيت دورت في يومك مهما كان يومك مسحوم هتلاقي في حاجات بتطلع في اليوم لحاجات مش هنقول مش مهمة، هي ضرورة دلوقتي بس ضرورة نفسية ولو مؤقتا. طب ايه اللي هيحصل لو انا اخدت الوقت بتاع الضرورات اللي انا شايفها ضرورة نفسية دي لمدة 4 شهور وعملت بوينت كويسة وطورت نفسي وبقيت تمام، وبعدين نرجع اعمل الحاجات التانية اللي انت عايز تعملها. ما هو الميزة هنا ان الانجليش مش مكمل معاك بقية حياتك، رحلة التعلم مش مكملة على طول، انت هتبدأ برحلة التعلم وبعد كده هو هيبقى اسلوب حياة وهيبقى داخل من ضمن الروتين اليومي بتاعك. طب هنا بقى لحظة، روتين يومي ازاي؟ طب افرض واحد بعد ما اتعلم الكورس وما عندوش حاجة يمارس معاها او حد يتكلم معاه او ما هينسى اللي اتعلمه. وده شات جي بي تي أثر معاك في حاجة؟ لا ده الناس بتدخل تسأله على مقاس رجليها دلوقتي. انا بتكلم معاه انجلش احيانا بقعد 2 أو 3 ايام ما بنزلش كلاس، بقى اجازة اي حاجة، فبلاقي نفسي وانا بتكلم مع نفسي بعطل، بقف، بتنح، روح فاتحه شات جي بي تي اقول له هاي هاو از ات جوينج توداي ليتس توك توجذر فور ا وايل، ونقعد نرغي انا وتشات جي بي تي ساعه 2 3. ده احسن حد تمارس معاه انجلش. طب انا مش عايزه امارس انجلش مع التليفون ومع تشات جي بي تي مع انه جامد ويعلمك فوكابيولاريز جديده ويشرح لك جرامر لو عايز وهيديك اسئله تحل عليها هيظبطك. احنا عاملين انجلش كونفرسيشن كلاب كل يوم جمعه وهتفضل مستمره معانا على طول. حلو ده، مش هوقفها تاني لمدة 3 ساعات. بنجمع كل الناس اللي عايزة تتكلم انجلش كونفرسيشن كلاب كل يوم جمعة بالظبط كده، ويقعدوا يتكلموا زي ما هم عايزين. هي دلوقتي اونلاين وبعد رمضان كمان هننزلها اوفلاين في المكان وهنفعلها في فرع شبرا عشان تبقى موجودة مع كل الناس في كل حتة. حلو قوي، يلا عايز تمارس اتفضل تعالى اتكلم كل يوم جمعة تعالى. بالظبط كده. طيب واحد يجي يقول لك انا والله جربت في المركز الفلاني، جربت مع التيتشر الفلاني وبصراحه قفلني وانا اتقفلت من الموضوع كله وبلاها انجلش ومش مش عاوز منكم حاجه. وانا مالي؟ انت اتقفلت منهم وانا مالي؟ وانا مالي يا لمبي؟ بالظبط انا مالي يا لمبي؟ يعني انت اتلسعت من الشوربه جاي تنفخ عندنا؟ ما انا مش الزبادي، يعني انا مش الشخص اللي اذاك. انت عملت بالظبط زي اللي اتعقد من زي اللي خطب واحده او اتخطبت لواحد وعقدها فمش متجوز. ليه يا حبيبي؟ يعني انت جربت كل ستات الارض؟ ما هو انت اتجرحت من واحده، انت ضايقك واحد بقى كل الناس وحشه. مش منطق ومش معنى ان انا جربت حاجه والحاجه دي باظت او ما نفعتش يبقى كل الحاجات اللي جبت مشترك. المشترك مش ده فرقع في وشي. كل المشتركات اللي كل الناس بتستخدمها على مدار السنين اللي فاتت دول اكيد لا مش هتشتغل. اكيد في حاجه منهم هتشتغل، بس انا اللي ما دورتش تاني، او انا اللي استسهلت وريحت مخي، او انا اللي عشان ما بذلش مجهود واتعب روحي ما قلتش اجرب في مكان و2 و3. ما هو انا لو حاطط في دماغي عايز اشتري عربيه،
فبقعد ادور في كل ماركات العربيات، عايز اشتري تليفون، بهري بكل ماركات التليفونات لحد ما اطلع بالتليفون اللي على مزاجي، واجرب 1 و2 و3 وادخل المحل والراجل يفتح لي ده عايزه اشتري فستان، بتلف محلات مصر كلها لحد ما تلاقي الفستان اللي هي عايزاه. جت على الانجليش، جت عند ارمط وقفت يعني. فلا، ما نجرب تاني، ما نجرب تالت، ما نجربهاش، ما تجربوا عندنا، بسيطه. يعني الاجابه في القطعه، جرب جرب هنا. بالظبط، جرب هنا. طب اخر بقى مرحله من التخوف، انك انا هقعد كام شهر ولا كام سنه اتعلم، وده برضو حمل ان انا يبقى الميشن اللي قدامي هتاخد وقت طويل جدا. طب نقول لهم ايه طيب في الوقت الطويل؟ هو فكر يتعلم انجليزي من كام سنه؟ وقت طويل برضو، صح. هو بقاله كام سنه بيقول اصل وقت طويل، وعلى ما اتعلم انجليزي هيعدي كتير. يعني هو بقاله سنتين، اقل حد انا يعني قابلته وقعدت معاه اللي بقالي سنه بحاول اخد القرار، سنتين بحاول اخد القرار. ما هو انت لو كنت بدات من سنتين كان زمانك خلصت. وبعدين انت عايز تاخد خطه تمشي عليها من البدايه وتمشي عليها صح. الخطه عندي، سيب لي كومنت او هسيب لك رقم تليفون في الكومنت، سيب لي كومنت وانا هبعت لك رقم تليفون، ابعت عليه خد الخطه اللي هتخليك تبدا صح من البدايه من صفر. وبعد كده يا سيدي بقى كمل في الحته اللي انت عايزها زي ما انت عايز. يلا كل حاجه محلوله بقى، يعني ما حلينا لك كل مخاوفك ومشاكلك. يلا دلوقتي الرساله، يلا مستنينك، يعني وقتك بيضيع، عمرك بيعدي. يلا احنا مبسوطين جدا، يعني كل البودكاست اللي بنعمله معاكي بنبقى مبسوطين جدا، بيعدي بسرعه جدا جدا يا جماعه، ودايما موجودين معاكم. وانجليزي ده يا مرسي، وبنشكر سفية الانجليزي شيري حسين، ونتقابل تاني وتالت وعاشر اكيد ان شاء الله باذن الله.